وتفضل تتدارى ورا جملة انا مبقتش متوقع حاجة من حد، انا مبقتش طايق حد، مبقاش عندي طاقة لحد، مبقاش عندي ثقة في حد. وحتى تيجي تهرب للنوم برضه مش هتلاقي نوم، وتهرب للسوشيال ميديا تفضل تسكرول كده في حاجات ملهاش اي لازمة بلا هدف، وتفضل تلغي في خطط على اخر لحظة، وتفضل تحس ان المجهود اللي انت بتعمله في الشغل وفي العلاقات ملوش اي قيمة. ازاي بقى تخرج من الحالة دي؟ انا مش هقول لك نصايح افلاطونيه وحب الحياه حبك وازاي يا مصر بتعمل الكلام ده كله، لا مش هقول لك الكلام ده كله خالص. الحقيقه الحقيقه انك لازم تتصالح مع نفسك. عادي، عادي ان شغفك يقل، عادي، عادي انك تقفل بابك عليك فتره، عادي. ما تجلدش نفسك على حاجه انت مالكش ذنب فيها، لان جلد الذات في الفتره دي او في الوقت ده بالذات بيطول المده. حاول تفلتر الدنيا حواليك. يا عم مش لازم تثق في كل الناس، مش مطلوب منك تحب كل الناس، نزل سقف توقعاتك شوية، وبالذات مع المعارف والناس القريبة منك، علشان الناس بتتغير، ما مش كل الناس اللي حواليك الحاجة والدتك. وحاول تخلي حد قريب منك، حد واحد او اتنين بالكتير. بص تعالى ناخدهم خطوة خطوة. لما الشغف يموت ما تحاولش تعمل حاجة كبيرة، اعمل حاجة صغيرة. اشرب قهوتك في هدوء في البلكونة، اتمشى 10 دقايق في الشارع لوحدك، هات اكل قطط واكل قطط في الشارع، اكل العصافير في الشارع، حط ميه في الشارع للكلاب او للقطط. حاول تساعد حد ما تعرفوش، حتى لو هتطبخ اكله انت بتحبها، حتى لو هتبوظها. الشغف بيرجع بالحركه، ده الحركه بركه. حاول تفصل ما بين الناس وشغفك، ما تخليش مفتاح حلمك في جيب حد تاني. كده كده الناس بتتغير وبتتعوض، بس عمرك اللي بيعدي قدامك ده لا هيتعوض ولا هيرجع تاني. تعالى يا صاحبي اقول لك الزتونة، فقدان الشغف مش معناها انك انتهيت، ده معناها ان انت بطاريتك فضيت ومحتاج تشحنها بعيد عن الدوشة والناس الغلط اللي دخلت حياتك. الثقة اللي اتهزت في الناس، اللي نزلت، اللي اتكسرت، ممكن ترجع تاني لما تبدأ انت تثق في نفسك من اول وجديد. خد وقتك في اختيار الناس اللي حواليك، وافتكر ان الضلمة بتطلع من قلب النور. غلط. خد وقتك وانت بتختار الناس القريبة منك، وافتكر ان النور بيطلع من قلب الضلمة. سلام.